اقتحمت جماهير الأهلي المران الأخير قبل مواجهة فلومينينسي، ووجهت رسالة محفزة للاعبين قبل مواجهة نظيره البرازيلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية. ورفعت جماهير النادي الأهلي لافتة مكتوب عليها: لقب كأس العالم لقب مستحق طال انتظاره، لتحفيز اللاعبين قبل المواجهة المنتظرة ضد فلومينينسي البرازيلي غدا. ردود أفعال ساخرة على نهاية مشوار موديست مع الأهلي في كأس العالم للأندية دعبت جماهير النادي الأهلي الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق بتعليقات ساخرة، وذلك بعد نهاية مشواره في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في السعودية. وتعرض موديست للطرد في مباراة الأهلي ضد الاتحاد السعودي بكأس العالم للأندية بعد دخوله المباراة ب3 دقائق فقط لينتهي مشواره مع الفريق في المونديال. وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إيقاف موديست لمدة مباراتين وتغريم النادي الأهلي 30,000 فرنك ليغيب اللاعب عن باقي مباريات الفريق بكأس العالم للأندية. وسخرت جماهير النادي الأهلي من المشاركة السريعة لموديست مع الفريق بكأس العالم للأندية بعدما اكتفى ب3 دقائق فقط أمام اتحاد جدة وغيابه عن المباراتين القادمتين. ونشرت الجماهير مجموعة من الفيديوهات الساخرة والكوميكسات من طرد موديست وغيابه عن باقي مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية. وكتب أحد المتابعين: يا دار ما دخلك شر، زي ما جه زي ما راح يا أختي، كفاية كده يا حاج موديست. وعلق آخر: موديست طرد إيه يا عم، ده الجمهور بيتلكك لي أصلا. قررت إدارة نادي الوداد المغربي التقدم بشكوى رسمية ضد سيمبا التنزاني قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في دوري أبطال أفريقيا. وبحسب التقارير الصحفية فقد تفاجأت بعثة الوداد من المعاملة السيئة في العاصمة التنزانية دار السلام، بينما حرصت الإدارة على توفير كل سب الراحة للفريق التنزاني في المباراة التي جمعت بينهما الأسبوع الماضي. وأشار إلى أن الوداد أوفى بجميع التزاماته الرياضية والأخلاقية اتجاه فريق سيمبا في مدينة مراكش، على عكس ما تلقاه الفريق في تنزانيا. وأوضح أن المؤولين سينقلوا الصورة كاملة إلى مندوب المباراة. والتصرفات اللارياضية التي تعرضت لها البعثة والتي تسيء لسمعة كرة القدم الأفريقية. تحدى رامي ربيعة فلومينينسي البرازيلي في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية. وأوضح ربيعة في تصريحات إعلامية أن مواجهة الغد أمام الفريق البرازيلي ستكون قوية للغاية، كما أنه شكر فريقه على المجهود الذي تم بذله في لقاء الاتحاد. وتابع: حظوظنا ليست جيدة أمام الفرق البرازيلية، ولكن سنحاول تقديم كل ما لدينا، وسنبذل قصارى جهدنا، وسنقرأ المنافس جيدا، ونلعب بشكل يليق باسم النادي الأهلي. أكد مروان عطية في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن الفريق جاهز لمواجهة فلومينينسي، وأنه يتم الاستعداد بشكل جيد للمباراة، مشيرا إلى أن الأحمر قادر على تحقيق اللقب. وأشار لاعب الأهلي: الحمد لله نجحنا في الظهور بشكل مميز وتقديم مباراة رائعة أمام الاتحاد السعودي، وقادرون على إسعاد الجماهير. وأضاف: الجميع في الفريق على قلب رجل واحد، سواء من يلعب أم لا، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق غدا، وأتمنى أن استمر في تقديم مستويات مميزة. الأهلي دائما يظهر في الأوقات الصعبة، والحمد لله أثبتنا أننا فريق قوي.